منه محكمه بكتير قوي فصيلتين. لا ده بيبقى يعني حوالي حوالي المحكمه 100 جندي بيعملوا ذكر واربع خمس ضباط. الجزئيه الثانيه بقى دول بيعملوا ايه؟ بيدخلوا بيقعدوا في الكراسي منه محكمه بكتير قوي فصيلتين. لا ده بيبقى يعني حوالي حوالي المحكمه 100 جندي بيعملوا ذكر واربع خمس ضباط. الجزئيه الثانيه بقى دول بيعملوا ايه؟ بيدخلوا بيقعدوا في الكراسي. لا المجني عليهم المصابين بطلق ناري او بفقع عين بيدخل ما يقدرش يدعي بدني لانه مش موجود، قاعد بره ممنوع من الدخول. مين اللي منعه؟ الضابط والعسكري اللي المفروض يبقى يقدموا. الثوره قالت قدم بقى الناس واعمل خير بقى جديد. اللي مضروب اهل الشهيد مات يبقى اهله. المحامين معظمهم ما بيدخلوش. ولو حضراتكم بتتابعوا الجلسات، بس طبعا ما فيش لاقي جلسات على الهواء، احنا طلبنا استاذ سعد مع احترام لحضرتك مع هذا الكلام ده ادي فرصه مش وارد جدا. اولا العدد ده ما يامنش محكمه. بكتير قوي محكمه فيها قضيه مهمه من قضايا الفساد من رموز مجتمع سابق زي اللي احنا بنتعرض لها دي، وارد جدا ان ينزل لها 3 تشكيلات او تشكيلين بعدد مناسب من ضباط الامن مع عدد مناسب من ضباط البحث مستوى اشراف. احنا حضرتك مش شفنا في محكمه جنوب سيناء لما دخلوا على القاضي اللي بيحكم في قضيه وقالوا له خرج الراجل براءه في فرقتين مقاتلتين الان لحمايه مثلا عشان الناس هتكسر محكمه الجيش. بس هي الفكره في ايه؟ انك انت عايز تحضر وتحمي الشخصيه دي، احميها بالعدد اللازم. انما البعزاء في فلوس الدخليه مش احميها يا باشا لان حضرتك برضه مش حمايه خوفا عليها، هي حمايه لان الناس دي معاها يعني اصبح الان منظور لهم قضايا قدام القضاء متعلق بيها حاجات تخص المجتمع كله. ده رايح المحكمه فواجب الحفاظ على المتهم، واجب الحفاظ على المتهم خشيه ان الناس تفتك بيه. طب ادخله ازاي وممنوع اصلا من الشارع من بره، مش حتى قدام باب المحكمه او قدام قاعه الجلسه احنا بنتفتش بيهم. ايه اللي حط الشنط انما الناس في كل الظروف حضرتك في كل الظروف ولا في ظروف استثنائيه لمثل هذه القضايا؟ لان وارد جدا ان اي حد من اهليه حتى الناس شهداء الثوره يخش مثلا معاه سلاح المحكمه عشان يموت اي حد من الناس اللي دي او الى اخره. ده شكل امني وقتي. لكن في كل الطبيعه هل حضرتك كل المحاكم الموجوده على مستوى مصر في الظروف العاديه وليس الظروف الاستثنائيه زي الظروف بنمر بيها بالبلد دي دلوقتي لا طبعا يخش المحامي بيفتش؟ دي قضايا ما حدش بيفتش حد. قضايا قتل المظاهرين، قضايا الدم ديت. ده انا النهارده الجلسه اللي فاتت قلت له فين حبيب العدو اللي معاه؟ حضرتك نادي عليهم. طيب ما شافش ما لقاش حبيب العدو ولا اللي معاه. هذا موضوع متصل باداء عام للامن، ولكن يعني اذا عدنا في تعليق اخير الى جهاز الامن الوطني استاذ سعد، كيف يتم يعني تقنين دوره واليات عمله في المرحله المقبله، خطوات معينه؟ اولا احنا محتاجين للامن الوطني احتياج كامل باعتبار ان احنا دوله عظمى. نعم. لازم يبقى في امن دوله، قضيه التجسس، قضايا الارهاب اللي هي الارهاب اللي مش هنكتمل فيه، قضايا الارهاب لا، قضايا الارهاب اللي ارهاب بجد. يعني حوادث ضرب السياحه دي حوادث ارهابيه، لكن في نفس الوقت محتاجين برضه قضايا التجسس. انما الامن يعمل بالمنظومه اللي هي قال عليها القانون ما قالهمش اشتغلوا كده، لا، حطت لهم قوانين، قانون الاجراءات الجنائيه، قانون الاحكام العسكريه، الحاجات دي اشتغلوا من خلالها منظومات حقوق الانسان كلها يتعاملوا بيها. يعني انا النهارده مش كل الضباط وحشين، بل بعض الضباط احسن من الناس العاديه جدا. يعني بعضهم كنا بنشوف بعضهم بيجيب لهم اكل، في بعضهم يعني حتى الميه ما بيدخلوهاش. يعني في بعضهم بيبقى في الحجز تحت، طب ندخله ازازه ميه، دول 20 واحد عايزين ازازه ميه واحنا في رمضان. طيب سيد ايهاب، كيف نبعد يعني ضابط امن الدوله او الامن الوطني القادم او المخبر او الفرد او انه يؤثر في مستقبل الانسان بمجرد ان له فكر من الافكار؟ يعني هو بالطبع بعيد، لان الجهاز القديم جهاز امن الدوله القديم توجيه النظام ليه لحمايه النظام بهذا الشكل جعل الجهاز حضرتك يتدخل في كل شيء في حياه المواطن اللي موجود. يعني بمعنى احنا وصلنا لمرحله ان كل واحد بيعين لوظيفه سياديه لابد ان امن الدوله توافق. مش عارف الدكتور ولا المحاضر اللي هيتعين في جامعه ايه لابد امن الدوله توافق. المواطن اللي هيطلع مش عارف بره لابد وصلت كل الوظائف الحقيقه حتى لو اشتغل ايه حتى لشكل الانهيار. احنا بقى نقول ايه هي والشكل بعد في ظل النظام الجديد وفي ظل الثوره اللي موجوده وفي ظل ان اصلا رؤساء الضباط الجهاز الامن الوطني اللي في الداخليه مش هيسمحوا بتجاوزات، ولان الشعب مش هيقبل تاني ان هو يضيع حقه بهذا الشكل وانه يكون سلبي وانه يكون يعني ساكت عن حقوقه بهذا الشكل. هو بالطبع بعد. ويبص بقى للرساله المنوطه بيه، هو ليه رساله ساميه المفروض ان هو يؤديها.
في حاجات كتير قوي متعلقه بالنشاط العربي والنشاط الشيوعي والنشاط الديني وحمايه امن في البلد إدارة من الصهيونية الجرائم. وإدارة في- الأمن في الداخلي إدارات والإرهاب كتير. يعني هناك هناك زي الشاب اخونا اللي بيتكلم على في التعليق في وسط البلد بيقول ايه، اصبحت الداخليه عبء على المواطن المصري. كيف اصبحت الداخليه عبء على المواطن المصري، وكيف لا تستطيع انت ان تنعم بالامن الا في ظل وجود هؤلاء؟ فاحنا نتكلم ونتحدث عن شريحه موجوده من ابناء المجتمع طبعا. نعم. مهما كانت الظروف. شكرا سيادة العقيد إيهاب الهرميل الخبير